يسقط المشير هو الهتاف علشان نسمعوا هنا في ميدان طلعت حرب. ونحاول نسأل الناس الموجودين والمجتمعين وبعد عملية التصوير لو سقط المشير ايه اللي هيحصل؟ احنا اسئلتنا دي كانت دايما بتيجي بعد الهتافات اللي تخص سقوط المشير وسقوط المجلس العسكري. معظم ولسه في ناس كتير قوي بقت بتكره الجيش المصري. موشا ديان بيكره الجيش المصري. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. جولدا مائير بتكره الجيش المصري. واليهود كلهم بيكرهوا الجيش المصري، بس دول يهود مش مصريين، وليهم حق يكرهوا الجيش المصري بعد اللي شافوه في حرب اكتوبر واللي شافوا فيها الويل من ابطال رجال القوات المسلحه. الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. ايه اللي حصل لك يا مصر؟ نسيت عدوك الحقيقي وبقينا مصريين بيحيجوا مصريين على مصريين، وبقينا بنصدق الصور والفيديوهات وبننسى التاريخ. ولو هنصدق الصور والفيديوهات وهننسى التاريخ يبقى كلنا هنضيع. الضابط اللي حضراتكم شفتوه في ميدان التحرير بيهدد المتظاهرين بالرصاص الحي ده النقيب ماجد بولس، نقيب في القوات المسلحة، ولقبوه في الميدان بأسد التحرير عشان كان واقف بيحمي المتظاهرين بروحه هو وجنود الأبطال من البلطجية والمجرمين اللي كانوا عاوزين يقتحموا عليهم الميدان.
خدعة بسيطة على الكمبيوتر ومانشيتين صحفيين ممكن تخليه وحش كاسر، تخليه كمان يضرب المتظاهرين في ميدان التحرير. ماجد بولس ده واحد من رجال القوات المسلحة الأبطال، واللي فيه منهم آلاف، واللي نزلوا الشوارع والميادين عشان يحمونا ويحموا البلد، بيحسسونا بالأمن والأمان. وبعدين يقولوا لا، احنا ما نقصدش القوات المسلحة، احنا نقصد المجلس العسكري، نفس اللي كانوا بيقولوه قبل الثورة. ما كانش حد يقدر يقرب من نقد الرئيس، دايما كانوا بيقولوا حكومة نظيف أخطأت، حكومة نظيف هي اللي أساءت. حاجة لطيفة قوي جدا جدا. البنت مش عارفة الحقيقة الست الرئيس بيعمل حركة يعني حاجات إنسانية جميلة جدا وتصرفات إنسانية، وزي ما انتم شايفين بيسأل على كل حاجة. التحرير رأيهم ايه، مش عارفة اللي في بيتي رأيهم ايه. أنا اللي عارفاه دلوقتي إنه هذا الرجل حافظ على مصر. ورجعنا تاني نعاني نفس القاسية، هياها مفرقتش في أي حاجة، وكأني بهرب. عشان كده بنقول عزيزي المشاهد احترس، احترس من الكلام، احترس من النظريات الفذة وعلامات الاستفهام اللي كلها تشكيك وتخوين. مرت الشهور وتعددت الأزمات وزادت المساحات الرمادية وتكاثفت الأسئلة وعلامات الاستفهام. ده موقف كمان من المواقف الغريبة اللي حصلت امبارح، واللي طبعا بتحط علامات استفهام كتيرة جدا على أشياء كتيرة جدا، واللي طبعا بتحط علامات استفهام كتيرة جدا على أشياء كتيرة جدا. ولو مشينا ورا علامات الاستفهام اللي كلها إيحاءات بالتخوين والتشكيك يبقى بنولع في البلد، ولو البلد هتولع بينا كلنا لا قدر الله. ومش عايز اكون محبط طبعا، بس انا خايف على الشباب يا مدام يا مدام منى، يا مدام منى الحقوا البلد قبل ما تولع فينا كلنا، البلد هتقع مننا. سامحيني انا عليت صوتي ولا يصح وانا راجل هادي، بس انا بقول الحقوا البلد، الحقوا البلد وكونوا رجال وانسوا المصالح الشخصيه. مفيش حاجه نتخانق عليها. أما عن الجاسوس الإسرائيلي جرابيل شفنا حاجات غريبة جدا، شفنا تشكيك غريب في القوات المسلحة. جاسوس إيه اللي بتتكلموا إنه كان موجود أيام الثورة ودخل قبل تنحي الرئيس؟ وهو لو إسرائيل عايزة المعلومات دي تبعت ليه واحد إسرائيلي؟ ودفاع عن الجاسوس الإسرائيلي. يعني شيء طبيعي إن الدولة تبعت ناس تجمع معلومات وتبعتها لجهاتها، الإسرائيلي الأمريكي، لكن يحرض على حرق اسم شرطة. أنا إزاي أصدق إن واحد راجل جاسوس في إسرائيل بيتكلم بلهجة شامية طبقا لكلام اللواء سامح سيف الياسمين؟ والغريب إنهم بيأكدوا كلامهم بالصحف والمواقع اليهودية. لما تقروا حضراتكم مجلة نيوزويك الأمريكية العدد اللي نزل السوق هذا الأسبوع،
نشر تحقيق للكاتب الامريكي كريستوفر ديكي. تقدروا لو حضراتكم حابين تقروا الاصل، ولو حابين تقروا ترجمه عاملاها زميلتنا نفيسه الصباغ في البديل. بيتكلم بقى في هذا التحقيق انه للي عمالين يقول لك الجاسوس والمؤامره والبتاع، للي عمالين يقول لك الجاسوس والمؤامره والبتاع. والاغرب كمان لما برامج التوك شو سمعت ان امريكا عاوزه تعمل صفقه مع مصر عشان تبدل الجاسوس الاسرائيلي بمصريين محتجزين في السجون اليهوديه، طلعت كل البرامج بتقول لا، الصفقه دي مش كفايه. لان يعني انا مواطن تاني ماشي في الشارع ممكن احلم واقول لو انه في صفقه، ايه اللي يمنعني من الحلم؟ ايه اللي يمنعني ان انا اطالب بتسليم مصريين وفلسطينيين؟ ايه اللي يمنعني؟ من الذي يقودني؟ كنتوا لسه بتشككوا في الجيش وبتشككوا اصلا ان ده جاسوس اسرائيلي؟ بقينا بنكذب الجيش المصري بتاريخه العظيم وبنصدق الموساد، وبندافع عن الحراميه والمجرمين وبنتهم رجال القوات المسلحه. كلنا شفنا ضباط الجيش لما قبضوا على تجار السلاح اللي كانوا راعبين الناس بحوادث السرقه والقتل. تاني يوم في كل برامج التوك شو ازاي الضباط يضربوا البلطجيه؟ فين حقوق الانسان؟ حقوق الانسان؟ انا مش هرد. انا هسيب الام اللي المجرمين قتلوا ابنها الوحيد هي اللي هترد. ولما الشرطه تيجي تنزل، كل ما تيجي تنزل هي والجيش يقولوا لا يتحولوا لمحاكمه عسكريه، ده انا وقت على ايد كل شرطي يمسك بلطجي ورجليه ابوسها. ما دفعتش عن ابني ليه يا استاذ وائل؟ القنوات دي كلها اللي عملت فرح امبارح، فوجئت القنوات عامله فرح عشان الاساتذه دول، ما جبتهم عملت واولادنا وكلاء النيابه والظباط ودول، ما عملتش البروباجندا الجباره دي ليه يا استاذ وائل؟ لا، اي بلطجي بيعتدي على اي مواطن بنتضامن معه ونتعاطف معه. لا، اي بلطجي بيعتدي على اي مواطن بنتضامن معه ونتعاطف معه. ما عملتش كده مع ابني ليه؟ ما عملتش كده مع الظابط اللي اتقتل في دار السلام وهو بيمسك المجرم ليه؟ ما عملتش كده ليه؟ القنوات كلها ما عملتش كده ليه؟ اشمعنى جايين لي دلوقتي تعملوا لي تقولوا حقوق الانسان؟ فين حقوق الانسان مع ابني؟ اللي العريس اللي كان هيدخل في شهر 11 اللي الدولاب بتاعه مش قادر افتحه واشوف لبسه وبدل فرحه لسه متعلقه في الكيس. ليه؟ ليه يا استاذ وائل؟ هو انا مش ام؟ هو انا مش ام؟ ده ابني الوحيد يا استاذ وائل، ده ابني الوحيد، ده ابني الوحيد.